كنت في بلد من البلاد وأنا جاي من كاليفورنيا لنيويورك زمان يعني. فنزلت في بلد في النص. فلما نزلت رحت الكنيسة. اجتمعوا مجموعة يعني رجالة حلوين كده أبا. فواحد منهم سألني سؤال. قال لي يا أبونا، أنت عارف هنا في المدارس الثانوي في درس عن الرقص، الناس ترقص. صحيح مش إلزامي، لكن حتى المدرسة والمدرس بيرقصوا. فابني عايز كل شوية عايز يروح حفلة فيها رقص. ايه الحل؟ فأبونا بتاع الكنيسة، هي بلد صغيرة شوية كده، ايه وشوشني. قال لي الأب اللي بيسأل ده ولاده عارفين إن بعد ما بيناموا بياخد مراته ويروحوا حفلة رقص. طب أعمل إيه؟ فاتكلمت عن، طبعا عشان ما يعرفش إن أبونا ده بتوصل له حاجة. إزاي إن الأب والأم بيبقوا مثل جميل، وإزاي الأب والأم بيقضي وقت هل قدام التلفزيون ولا قدام المسيح، وإزاي الولاد بيقدمهم ذبيحة حب كده بيقدمها لربنا. يقول له أنا عايز ولادي يبقوا مقدسين بعمل روحك القدوس. فأنا ما نلومش المجتمع سواء الشرقي أو الغربي، لكن ألوم نفسي. يعني ممكن شاب مقدس يقدس مجموعة كبيرة من زمايله، وممكن شاب متهور يضيع شبان حواليه. احنا بدل ما نقول في البلد الفلانية أو العلانية في الشرق وفي الغرب، احنا نقول ايه دوري أنا كشاب، كشيخ، كمتزوج، كان لسه ما اتجوزتش. ازاي نبقى يعني أداة قوية عشان تبقى بيوتنا كنايس مقدسة. الموضوع في ايد العيلة، لكن العيلة بتسيب كل حاجة وقاعدين يتسلوا في حاجات ملهاش لازمة وبعدين بيضيعوا وبنبررها كتير. انت بتفتح التلفزيون وتقول اصلي بشوف كذا كذا كذا. الولد مش شايفك انت بتشوف ايه، لكن رد الفعل كل ما بيكبر يبقى التلفزيون ده حاجة ضرورية في حياته، لأن باباه ومامته بيسهروا في التلفزيون.